شغل بلطجه ولا بيسرق واحد ولا يعني انت دلوقتي مع التعديلات الدستوريه ولا ضد التعديلات؟ لا طبعا ضد التعديلات. التعديلات ايه؟ والتعديلات عدت في ايه؟ ايه اللي هو جدده يعني؟ عايزين نعرف. انت مش مقتنع بالتعديلات؟ لا طبعا مفيش تعديلات. هو التعديلات ان هو يقول مثلا ان الرئيس ما يكونش معاه جنسيه ولا مراته ولا فين التعديلات؟ طيب ما الحاجات دي اصلا مالهاش هذه. انت كان نفسك يبقى ايه في الدستور، او كان نفسك التعديلات دي يبقى فيها ايه وما حصلتش؟ التعديلات دي المفروض الشعب نفسه هو اللي يعمل التعديلات. اتفضل يعني. هو الشعب نفسه هو اللي يعمل التعديلات دي. ما يجيبليش بقى ناس ويعملوا دستور على مزاجهم ولا ناس اللي تعمل دستور لمصلحتها. عشان خاطر يجي يقول لك ده دستور والناس دي عملت دستور. لا، الدستور ده بيطلع من الشعب نفسه. الشعب نفسه هو اللي يعمل دستور، عشان لو عمل حاجه غلط يبقى هو اللي عامله، هو اللي يتحمله. يعني الاسامي اللي عملت الدستور زي طارق البشري كده، مش عاجباك الاسامي دي؟ لا انا الناس دي على دماغي انا ما اعرفهمش والله العظيم، بس انا ما يعني ما اقدرش اقصى في حد واغلط، انا ما اعرفهمش الناس دي. يعني انا الناس بصراحه تفسر بايه ان الاخوان والحزب الوطني لاول مره يتحدوا على حاجه واحده ويقول لك نعم للتعديلات الدستوريه؟ يعني تفسر اتحاد الاخوان والوطني ده بايه؟ مش عارف بصراحه، يعني ملوش تفسير. يعني حتى لو يعني هنفسر هنقول ايه؟ الناس كانوا بعيد عن بعض قربوا لبعض مثلا. ممكن يكون حب من الشعب بقى، وهم مثلا الناس بقى في وعي شويه عن الاول كده يعني. يعني الوعي زاد لدرجه ان الاخوان والوطني يبقوا ايد واحده. هو يعني لما تكون مصر كلها ايد واحده دي حاجه حلوه على الاقل يعني. دي لجنه انتخاب مدرسه نجيب محفوظ. زي ما احنا شايفين زحمه جدا 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 جدا، وانا شخصيا مش متخيل ان انا ممكن اقف في الطابور ده فاروح اشوف مدرسه فاضيه. يا لهوي، كل ده الطابور يا جماعه؟ كل ده الطابور، كل ده الطابور. اللهم صل على النبي. طابور ضخم جدا قرابة ال 25 كيلو متر. يعني ده ولا طابور العيش. مين ابو موتوسيكل اللي معدي جنب الطابور ده؟ خميس ابو العافيه بتاع الاخبار. ماشي يا عم فلسطين. طابور ضخم جدا 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 جدا. كل ده طابور. انا مش متخيل في حياتي ان اشوف انتخابات او استفتاءات طابور كده. الطابور ده كله. لا، ايه تعليقك يا باشمهندس على الطابور الجميل ده؟ كده حاجه يعني الحمد لله، اللهم صل على النبي. يعني حاجه كده الناس كلها دلوقتي بقت واعيه يا جماعه. ده اسمه شارع المساكن. شارع المساكن. اجيب لك ميه ولا ايه؟ الموازي لشارع فيصل. اخر الطابور، اخر واحد في الطابور اهو. ده اخر واحد في الطابور اهو، الحاج ابو جلابيه الزيتي ده. حد لسه بيلبس جلابيه؟ شمال. نطلع على فيصل. نطلع على فيصل بقى، ننزل اي لجنه في الدقي كده هتبقى رايقه شويه. في الدقي؟ طبعا.